قصيدتنا اليوم هي قصيدة عرفت الهوى لرابعة العدوية، والتي غنتها أم كلثوم بعد أن أكملها لها الشاعر والإذاعي الكبير طاهر أبو فاشا، لأنها كانت قصيرة لتغنيها أم كلثوم. ورابعة العدوية هي أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية، زاهدة من الرواد الأوائل في حركة التصوف الإسلامي. عرفت بشاعرة الحب الإلهي، وكانت أول من أدخل هذا المعنى في التصوف الإسلامي. كانت تقول إن حبها لربها كان حبا لذاته، ليس بسبب خوفها من النار أو لطمعها في الجنة. ولدت رابعة كما في معظم الأقوال عام 100 هجرية، وماتت عام 180 هجرية، أي أنها عاشت قرابة 80 عاما. كانت البنت الرابعة في أسرة فقيرة عاشت في البصرة بالعراق، وحينما حل القحط على البصرة خرجت مع أخواتها لتبحث عن طعام، فخطفها رجل وباعها ب6 دراهم فقط. ولأنها كانت تكتب الشعر وتغنيه وتعزف على الناي، جعلها الرجل الذي اشتراها تغني في مجالسه دون رضاها، إذ أنها كانت تحب الخلوة ومتدينة وليس كما أشيع عنها. وفي ليلة سمعها هذا الرجل وهي ساجدة تناجي ربها، فتأثر لما سمع وأعتقها، واتجهت رابعة للعبادة ومناجاة ربها، وكتبت الكثير من أشعار الحب الإلهي التي تناجي فيها ربها، ومنها القصيدة التي نحن بصددها اليوم، عرفت الهوى، والتي تقول فيها: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن عاك، وقمت